السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. معكم الكاتب والمؤلف خالد يوسف الحناوي، متخصص وباحث في علم المصريات ومترجم لغة مصرية قديمة ومؤلف سلسلة الأجداد عن الحضارة المصرية باللغتي العربية والكرواتية. سوف نتحدث اليوم عن معبد من أهم المعابد المصرية، وهو معبد هبيس. يقع معبد هبيس في محافظة الوادي الجديد في منطقة الخارجة، ويعتبر من أهم وأجمل المعابد المصرية القديمة، لأنه المعبد الوحيد المتبقي من معابد الأسرة السادسة والعشرين من العصر المتأخر من العصر الصاوي والعصر الفارسي. وقد كرس هذا المعبد لعبادة الثالوث المقدس، وهم أمون رع وزوجته الإلهة موت وابنهم الإله خنسو. وشاد المعبد الحالي في عصر الملك دردار أو درديوس الأول في عام 510 حتى 490 قبل الميلاد، على مساحة حوالي 798 متر مربع، طوله حوالي 42 مترا وعرضه حوالي 19 مترا، على أطلال معبد قديم يرجع إلى الأسرة السادسة والعشرون في عام 664 قبل الميلاد. وكان المعبد مهدما نسبيا حتى اهتمت به هيئة الآثار المصرية بترميمه وتقويم العناصر التي كانت على وشك الانهيار وإعادة بنائه وتركيب الأحجار المتساقطة منه. ولذلك المعبد في موقعه الفريد في وسط الصحراء والرمال الصفراء التي تضفي عليه جانبا من العظمة والشموخ. وكان المعبد شيد بكتل من الحجر الرملي على مستوى عاليا نسبيا عن المدينة، ليكون المعبد في مكان مرتفع لقدس أقداس على المرأى لكل الناس. ولعل أول ما تراه عين داخل المعبد هو البحيرة المقدسة التي كانت تتقدم البوابة الرومانية التي كان بها نقشا يرجع إلى عصر الإمبراطور جالبا في عام 69 ميلاديا، ثم بوابة من العهد البطلمي، وتتليه البوابة الفارسية التي أنشأها الملك دردار الأول. والمعبد به صرح ضخم مبني من الحجر الرملي، ثم نصل إلى الفناء المكشوف الذي يأخذ إلى صالة الأعمدة التي تحتوي على نقوش رائعة جدا تمثل الملك دردار الأول، ويتعبد إلى ثالوث المقدس للمعبد وكذلك بعض الآلهة المختلفة. أما قدس الأقداس وهو الأكثر مكانا به قداسة وسرية داخل المعبد، وكان لا يسمح إلا للملك وكبير الكهنة إلى الدخول لهذا المكان فقط، حيث بداخله مقصورة تماثيل تمثل ثالوث المعبد المقدس لأمون رع وموت وخنسو. أما من حياة المعبد فيوجد به بيت الولادة الذي يطلق عليه اسم المميزي، وهو عبارة عن حجرة صغيرة تحتوي على نقوش تمثل ولادة الإله حورس ابن الإلهة إيزيس وابن الإله أوزوريس. أما السور الخارجي المحاط بالمعبد كان من الحجر الرملي وهو حاليا مهدم. وكان معبد هبيس جزءا من العاصمة القديمة لواحة الخارجة، وكان يعرف باسم هيبيت وتعني المحراس، ولذلك سميت واحة الخارجة مدينة المحراس لهذا السبب. وبني المعبد على الطريقة المؤدية للواحة على بعد 2 كيلومتر، ويعتبر المعبد من أكبر المعابد وأشهرها في تاريخ الواحة. ويرجع أهمية هذا المعبد العظيم أنه يمثل كل العصور التاريخية القديمة المختلفة، ومنها الفرعونية والفارسية والبطلمية والرومانية. وقد تبدأ بناؤه في الأسرة السادسة والعشرون في عام 588 قبل الميلاد. وشكرا لحضراتكم، وكان معكم الكاتب والمؤلف خالد يوسف الحناوي، متخصص وباحث في علم المصريات.